غاليات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وهاد لا نوفيل فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا نوفيل فيديو باذن الله رايحه نبارطاجي معاكم حلوى جزائريه اقتصاديه معشوقه الشعب الجزائري، واللي هي حلوه القطيفه، يحبوها الكبار والصغار. و اون بليس لي زانغريديو تاعها بزاف بزاف ساهلين وتلقاوهم كامل عندكم متوفرين في المنزل. فنحتاجو هنايا نصف كاس نواه كوكو اللي هو جوز الهند. نحتاجو ايضا نصف كاس سكر غلاس ولا سكر ناعم، ماشي السكر تاع الحليب. نحتاجو قرصه ملح وخميره كيميائيه، انا استعملت هنايا تاع نواره. الكيس الواحد فيه 10 غرام باش تكونوا في الصوره، باش هكذا تعرفوا كامل المقادير مضبوطين. نحتاجو ملعقه كبيره ممسوحه كاكاو بودره بني. ونحتاجو زبده ستار 125 غرام. تحبوا تستعملوا اي نوع تاع زبده، ليسونسيال تكون زبده بدرجه حراره الغرفه. نحتاجو ربع كاس زيت نباتي، ربع كاس، ما تزيدوش من فوق ربع كاس. نحتاجو ملعقه صغيره لافاني، انا استعملت هنايا مستر شاف كالعاده، راكم والفتوني. والسر تاع هاد الحلوه باش تجي بنينه 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 اللي هو معجون المشمش من لا مارك ازدهار، رايح يعطيها بنه ولا اروع، هي وجوز الهند اللي رايح نستعملوه ايضا. وبيان سور الفارينه من لا مارك لابيل اللي دائما ترافقني في الحلويات تاعي اللي نخدمها معاكم. فتجيبوا اي ريسيبيون ولا اي حاجه اللي مولفين تخدموا فيها، وتجيبوا تحطوا الزبده تاعكم اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تكونوا جبتوها من الثلاجه قبل بساعه ولا ساعتين هكذا باش تولي طريه. و تستعملوا اي نوع تاع زبده مولفين تستعملوها تعتمدوها وتساعدكم في الحلويات تاعكم. نضيفوا لها ربع كاس زيت نباتي معها. ونضيفوا ايضا ملعقه صغيره لافاني من لا مارك مستر شيف. هاد لافاني تاع هاد لا مارك ريحتها بزاف بزاف هايله، ما فهمتش علاه تعجبني بالبزاف. نضيفو تانيك نصف كاس سكر غلاس. نضيفو ايضا نصف كاس نواه كوكو، يكون ماشي محمص البنات، في هاد ليطاب ما نحمصوهش. نضيفو ايضا ملعقه كبيره كاكاو بني، مش الاسود، مش الاسود البني. ونضيفو ملعقة كبيرة من مربى المشمش من الكونفيتور تاعنا من لا مارك ازدهار. بيان سور انا هنايا عطيتكم الانواع تاع لي مارك تاع لي زانغريديون اللي استعملت. نتوما مش بالضروره تستعملوا اللي استعملت انايا، ماهيش بيبليسيتي يعني كي راني نعطيكم في لي مارك، مي جوست يعني باش اللي جامي وما مولفاش تخدم وتكون راها تتعلم ولا بروميير فوا تاعها اللي تخدم، فهكذا باش ما توخدش في الحلوه تاعها وتخرج لها وتنجح لها لا غوسيت. فهنايا بعد ما حطينا كامل لي زانغريديون نخلطوهم كيما هكذا، نوصلوا على هاد القوام الكريمي. شوفوا راح نحطوا هذيك الزبده مع هذيك المكونات كامل راح تندمج كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. يعني حلوه بزاف بزاف سهله، يعني ما تعيي ما والو. وتجي بنينه يحبوها الكبار والصغار، يعني من اروع ما يكون. مع ترافقوها مع كاس حليب في الصباح ولا في قهوه العصر، تجي من اروع واطيب ما يكون. قبل ما نضيفوا الفارينه نضيفوا قرصه تاع ملح وخمارة كيميائية تاع الحلوى 10 غرام، نضيفوها على كامل هذاك الخليط الكريمي اللي تحصلنا عليه. بعدها نبداو نضيفو الفارينة تاعنا بالتدريج. هنايا كنت ديجا غربلتها، يعني دائما قبل ما نستعملو الفارينة تاعنا في الحلويات نكونوا غربلناها من قبل، ولا نخدمو ونغربلوها او ميم طون وحنا نحطو فيها على الخليط تاعنا اللي نكونوا تحصلنا عليه. دائما هذه البنات هكذا باش نيفيتو هذوك الحبيبات الخشان، وتجينا لاباط تاعنا تجينا طريه وتجينا ليس وتجينا وتجينا ما شاء الله تجينا مليحه. هنايا انا استهلكت حوالي 2 كيسان كبار فارينه، يعني لاني اصلا الزبده ولي زانغريديو استعملت كميه قليله، ما استعملتش بكميه مضاعفه، تما ما راحينش تستهلكوا بزاف الفارينه.
ونقعدو نخلطو ونضيفو الفرينة تدريجيا بشوية بشوية حتى نتحصلو على عجينة تكون طرية ومتماسكة، ونلقاوها باللي تساعدنا في العمل تاعنا باش نبداو نحطوها في القوالب تاع الكعكات هادوك اللي رايحين نستعملوهم. وهذه هي لاباط تاعنا اللي تحصلنا عليها، عجينه طريه ومتماسكه. يعني الوصفه تاع هاد الحلوه جربوها وما تخافوهاش، وبزاف بزاف ناجحه يعني 100%. بالنسبه لليمون اللي راح نستعمل هادوما تاع الكعكعات، ما همش الصغار هادو البنات، هادوما المتوسطين يعني هما كبار. ثم نتوما استعملوا الصغار يكون احسن باش تخرج لكم كميه كبيره تاع هاد الحلوى. وسينو اذا كان عندكم غير هذا النوع تاع المول كيما تاعي يجي غميق وكبير، ضاعفوا الكميه تاع لي زانغريديو تاع هاد الحلوى باش تخرج لكم كميه كبيره. وبعد ما ارتاحت لاباط تاعي وخليتها حوالي ربع ساعه حتى 20 دقيقه ترتاح وكنت غطيتها، نجيب هكا ندير لي بولات حوالي 30 غرام 40 غرام هكداك تاع العجينه، ونبدا نسوي فيها شويه باش نبدا نحطها في ليمول تاعي. شوفوا هنايا ليمول ما راحش نخليوها متقوبه، تما الحلوه تاعنا ما راحش تجي مسكوبه، راح تجي فارميه من فوق كيما راكم تشوفوا، تجي مسكره وما تجيش متقوبه. تما ما راحش تجي كيما الكعكات، راح تجي مسكره باش نتحصلوا على الشكل تاع الحلوه، حلوه القطيفه اللي رانا حابينها. هنايا راح نوريلكم كيفاه خدمت الحبه الاولى. نجيبو نديروها هكا حربوش، تكون شويه خشينه باش هكذا تجي مسكره، والحبه تاعنا كي نديموليوها ما تجيش مفتوحه، ما نلقاوهاش مفتوحه، تجي مسكره. شوفوا كيما هكذا، ونبداو نضغطوا شويه صاير داير شويه بشويه، غير بشويه نسيسوها وندخلوها في هذاك المول، ونبداو نطبعوا في هذيك العجينه وين كاينه هذيك اللي في الوسط باش هكذا تجي فغميه. شوفوا بهذه الطريقه، بزاف بزاف عمليه سهله وماشي صعيبه وما تديلكمش كامل الوقت. اسهل من هكذا ما كانش، يعني حلوه سهله كيما هذه ما كانش. تقدروا حتى انكم تخدموها تعتمدوها في المناسبات تاعكم في الاعياد، بزاف بزاف هايله وتحمر الوجه وتواكل كلش وتجي بنينه وبلوس اقتصاديه. يعني سورتو الشعب الجزائري حنا نحبوا الحاجه اللي تكون اقتصاديه وما تديش بزاف الجهد، وتاني تكون بنينه زوج في واحد. هادو هما نحطوهم يطيبوا في الفرن على 180 درجه، ومن بعد نديموليوهم ونديكوريوهم، وتشوفوا الديكوراسيون كامل كيفاش الفينيسيون كيفاه يجي بزاف طري، يجي هشيش من اروع ما يكون. نخليكم على فيديو ونوريلكم باقي الديكوراسيون تاعو كيفاه تكون. نديمولي معكم حبة البنات باش تشوفوها باللي الديموله فاسيلمون مالغريتو مازالها سخونه بصح. شوفوا هاكا ما راهاش هاي الديمولات شتوها، هاي ليكم. فاسيل. شوفوا البنات نديكوريو مع بعضنا. هاي ليك الحبه تاعنا تاع الحلوه، غمسوها كيما هكذا في الكونفيتور كيما هكا هكذا. سهله خلاص وتجي بنينه، سورتو الصغار راحين يهبلوا عليها من اروع ما يكون. وزيد سهله ولي زانغريديو تاعها تلقاوهم كامل عندكم، يعني حاجه من الموجود كيما هكذا. ومن بعد نجيبو نواه الكوكو تاعنا اللي كنا حمرناه في كنا حمرناه كيما هكذا، ونمشيوه كيما هكا صاير داير. فوالا هاي ليكم الريزولطا فينال. من بعد نحطوه هنايا الكونفيتور تاعنا في النص كيما هكا كيما هكا. هاي ليكم الحلوه تاعنا واجده من اروع ما يكون.
معكم حبة البنات، نجيبو الحبة تاعنا نغمسوها في الكونفيتور كيما هكذا، نمشيو لها الكونفيتور شوية في الجانب تاعها للنص تقريبا تاع الحبة. شوفوا كيفاه مبسة لدرجة كيفاه راها طير كيما هكذا. ومن بعد بنفس الطريقة نزيدو نغمسوها في الواد كونكور اللي كنا حمصناه. شوفوا كيما هكذا، كيما حمصناه بعدا. فوالا هذه هي الحبة تاعنا. ومن بعد نجيبو كونفيتور ونعمرو في النص تاع الحبة، تجي بزاف هشيشة وبنينة، تجي بزاف بنينة. شوفوا من أروع ما يكون. هكذا نكمل بقية الحبات تاعي ونتلاقاو مع طبق التقديم تاعنا. فوالا البنات الريزولطا فينال تاع الحلوى تاعنا كيفاه جات بسم الله ما شاء الله. شوفوا الحبة جات تعمر العين. شوفوا بزاف بزاف هايله. تقدروا تجهزوها للضياف تاعكم وسهله وتوجد رابيده، تديلكمش كامل الوقت واقتصاديه اون بلوس بزاف بنينه وتجي هشيشه وتذوب في الفم. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب تاعكم. واذا كان جربتوا هاد لا غوسيت تاع هاد الحلوى قولوا لي في لي كومونتير. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.